يا جماعة مدور بين اللايفات وإذ شادي حلوة بيطلع قدامي، ما مبين انه بوشه، ولكن مبين على صفحة اسمها اخبار ردع العدوان. عم يقول سامحوني يا سوريين يا شعبي، شعبه بده يرجع على سوريا وحابب يرجع، بس خيفان من الشعيبيات. خلونا نشوف بعض اللي انا صورته من اللايف تبعه. الهدف كان هؤلاء الذين يحتاجون الدعم بكل شيء. يوم الخميس قلت لكم انه ما بعرف اذا بس بدي ارجع عيدا، انه فلان بده يحكي معك، وكان الهدف انه انا اروح الى حما، وانا رفضت. خلص انا ما بدي اطلع. طبعا تعرضت الكثير، هذول الصور وشادي هرب ودبي ودنيا والى اخره. يا جماعه طلعنا بثيابنا ماشي. فانا تفاجات انه عنده محلين ذهب وعنده بيت باسمه في دبي، والحمد لله رب العالمين. يعني اول شيء صيد غنى ولا صيد فقر، ثاني شيء الناس بتعرف والمقربين مني خاصة في دولة الإمارات. طب أنا ليش اخترت دولة الإمارات؟ كان بيني قالوا رحت على روسيا. طب أنا ما بعرف حدا، يعني أنا ما عندي حدا برا، ولا أنا سقفي بطلع الإمارات، بطلع الكويت، بطلع لبنان، بطلع السعودية. لكن يعني طوال فترة الحرب أنا موجود في سوريا وبالتحديد في حلب. فلذلك الرسائل التي عم تجيني على الماسنجر وعم تجيني على كذا والى اخره، انا اقدر الناس وكذا والى اخره، بوق النظام وانت وبشارك هربتوا. انا اليوم استحقرت نفسي للامانه عندما شاهدت وسمعت بخبر الهروب الذي قام به بشار الاسد. والله العظيم يا خجلتنا من أهالي الشهداء من كل المحافظات السورية، ويا خجلتنا من أرواح شهدائنا وأيضا السوريين وأيضا الجرحانا. لك يا عيب الشو مع استغلال الجيش كوقود، شيء مقرف. الذل اللي طلع فيه شيء. أنا شغلتين، يعني أنا هي الشغلتين، هذا الخروج بالذل مذلول وهربان. ثاني شيء موضوع سجن صيدنايا. والله العظيم البعض يقول لك إنه سجون يا جماعة، ضباط من حقها ما بتعرف شو في يعني بسجن صيدنايا لحتى يكون مواطن مدني ومراسل وإعلامي تماما وهو من حلب يعرف إيش في بصيدنايا. كنا نشوف الروايات نقول شو هالمبالغة، وهن يعني بيبالغوا، شو هيك معقول؟ الحقيقة إذا لم يكن هناك أي إيجابية لتحرير سوريا، أي إيجابية واحدة، فإننا نقف إجلالا واحتراما أمام تحرير هذا السجن وإطلاق هؤلاء السجناء. نقطة، أول السطر. بس الشيء اللي شفناه بصيدنايا يعني لا يمكن أن يتحمله العقل البشري. بدك تهرب، على الأقل طلع بكلمة، على الأقل طلع بكلمة وجهها لهالناس وللأمهات اللي آمنت فيك من بعد رب العالمين، لهالناس اللي أنت مو معقول أنا ملتقي فيه أكثر، مو معقول التمثيل، مو طبيعي، مو طبيعي. أنا هلأ ردا على كل هذا لعلك المصدع بنقول لك الشعبيات تنتظرك، تعال على سوريا ولا تقلها. قال والله ما كان يعرف شو كان موجود بصيدنايا. لك مين بيعرف يا حبيب؟ إذا أنت ما بتعرف مين بيعرف؟ والصور اللي كنت تاخدها السينمائية وأنت عم تقصف البيوت وتضحك، شو كانت هدول؟ شو كانت؟ أنت كنت عم تضرب إرهابيين ولا بيوت فاضية؟
لا تفكر انه نحن نسيانينها. الشعبيات رح تاكلها، ولكن عم نستنى الفرصة المناسبة انه نعملها لهي الشغلة. طبعا انا ما رح طعميك الشعبيات للأسف، انا ماني بسوريا حاليا، بس على اخواني السوريين الموجودين في سوريا، عليكم بهذا الافاك النعل الامعاء، طعموه شعبيات، لا تخلوه ينال شرف يرجع هيك بدون شعبيات. شعبيات بعدين نتناقش معه، تاكل شعبيات بعدين بنحكي بالموضوع، غير شعبيات ما في حكي نهائيا، ما بدنا نحكي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بعد الشعبيات استغفروا، ما تاكلوها، إن الله غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.